اهلا بيكم وكل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم. لان التسويق لازم يبقى بمزاج ودماغ عاليه، النهارده هعرفك على اهم الاساسيات اللي لازم تبقى عند كل صاحب نشاط تجاري حابب يعمل اعلانات مموله او تسويق الكتروني او صناعه محتوى على منصه التيك توك. فلو انت بتدور على كورس شامل يلم لك الليله دي كلها في كورس واحد، لازم تتابع الكورس ده للاخر. والنهارده هعرفكم على طريقه انشاء حساب احترافي على منصه تيك توك، وهعرفك على شويه اسرار لازم تخلي بالك منها وانت جاي تعمل حساب على منصه تيك توك اول مره. ما تنساش تشير الفيديو ده مع اصحابك وتعمل سبسكرايب اسفل القناه عشان يوصلك كل اشعارات الكورس الجديد. مش هطول عليكم اكتر من كده ويلا بينا نبدا الفيديو. واول خطوه معانا في منصه تيك توك اننا ننشئ حساب على المنصه. بالتالي هنحتاج جيميل عشان من خلاله نعمل حساب على منصه تيك توك. بنكتب في السيرش جوجل ساين اب وبندوس على انتر. بيقول لك كرييت جيميل اكونت، بندوس عليها كرييت اكونت. لو في حساب انت ممكن تستعمله، لو ما فيش حساب ممكن تدوس على اضافه حساب. وبعد كده بتدخل على انشاء حساب للاستخدام الشخصي. بعد كده بيطلب منك الاسم الاول واسم العائله، وليكن الاسم الاول امجد واسم العائله علي. وبعد كده بندوس على التالي. بيقول لك اختار تاريخ ميلادك. انا ممكن اختار اليوم 9 والشهر مثلا سبتمبر سنة 1997. الجنس مثلا ذكر. تالي بيقول لك دخل اسم الجيميل، انا ممكن اختار الاسم ده. بعد كده بيقول لي دخل كلمة المرور. بيقول لك دخل عنوان بريد الكتروني للاسترداد في حالة تعطل الحساب ده او في حالة ان انت نسيت كلمة السر. وبكده نكون قدرنا نعمل حساب على منصة جوجل اللي هيساعدنا اننا نكريت من خلاله حساباتنا على باقي منصات التواصل الاجتماعي. بعد كده بندخل على منصة تيك توك، ودلوقتي احنا هنسجل حساب في منصة تيك توك. بالتالي بنكتب تيك توك ساين اب وندوس على انتر. بيقول لك كرييت اكونت، بقول له ايوه ان انا عايز اعمل اكونت جديد وعاوز استخدم فيه الايميل. بيقول لك دخل السنة بيقول لك دخل تاريخ ميلادك. والله انا هقول له 1900 مثلا 97. كان اليوم 9 الشهر مثلا اكتوبر. بيقول لك عايز تعمل الحساب بتاعك عن طريق تليفون ولا عن طريق ايميل. انا هختار ايميل ونستخدم نفس الايميل اللي احنا لسه عاملينه على منصة جوجل. ندخل على حسابنا في جوجل ونبدأ ناخد الايميل اللي احنا لسه عاملينه نكتبه هنا. بعد كده بنكتب الباسورد. بعد كده بندوس على سند كود. بنحل البازل دي. في كود المفروض يتبعت دلوقتي. نفتح الثلاث نقط دول وبعد كده بندخل على الجيميل. هنلاقي دلوقتي ان في فيريفيكيشن كود اتبعت لنا. بناخده كوبي وبندخل بيه هنا وبندوس على نيكست. وطبعا الخطوه بتاعت اختيار اليوزر نيم مهمه جدا. لو انا هشتغل على بيرسونال براند او براند شخصي يفضل ان انا اكتب اسمي ثنائي. لو انا مثلا هشتغل على براند تجاري يبقى انا لازم اختار الاسم المعبر عن الخدمه التجاريه دي. ولو انا مثلا سمول بيزنس او فاتح شركه معينه يفضل ان انا اختار اسم البراند الخاص بالشركه دي. ولو انا طبعا عندي نشاط تجاري يفضل نفس اسم الحساب بتاعي يكون هو اسم النشاط التجاري. وطبعا خطوه اختيار اليوزر نيم من اهم الخطوات اللي لازم تخلي بالك منها على منصه تيك توك. لان انت من خلال الاسم ده لو انت بيرسونال براند الناس هتبدا تعرفك باسمك الثنائي وبصورتك الشخصيه. ولو انت نشاط تجاري لازم تختار اسم يكون معبر عن النشاط التجاري اللي انت بتقدمه. وفي نفس الوقت لو الاسم ده متسجل بيه سجل تجاري او بطاقه ضريبيه يفضل الاسم اللي هتختاره دلوقتي يكون هو الاسم الموجود في البطاقه الضريبيه او السجل التجاري واللي في نفس الوقت يكون معبر عن النشاط او البيزنس بتاعك. ودلوقتي لاننا بنجرب هنختار اسم عشوائي. ودلوقتي انا اخترت الاسم ده هدوس على ساين اب. ودلوقتي هيدخلنا على الصفحة الرئيسية في منصة تيك توك. خلونا نكمل باقي الشرح ده من التليفون لأن في إعدادات مهمة جدا لازم تعملها عشان تحول حسابك من بيرسونال أكاونت لبروفيشنال أكاونت تقدر من خلاله تبني براند معين أو تعمل إعلانات ممولة على منصة تيك توك. دلوقتي بنبدأ ندخل على أبليكيشن التيك توك من خلال الموبايل بتاعنا. بيفتح معانا الأبليكيشن بالشكل ده. بندخل على الملف الشخصي.
وبعد كده بندوس على كلمة تسجيل الدخول. نستخدم طبعا البريد الإلكتروني، وطبعا نكتب البريد الإلكتروني أو الجيميل بتاعنا. وبعد ما كتبنا الجيميل بندوس على كلمة متابعة. بعد كده بيطلب مننا الفيريفيكيشن كود اللي هنلاقيه على البريد الإلكتروني. بدخل دلوقتي على البريد الإلكتروني وبلاقيه فعلا إن هو بعت الفيريفيكيشن كود. بنكتب الفيريفيكيشن كود. بعد كده بيدخلني على حسابي على منصة تيك توك. طبعا زي ما قلنا لو أنا براند وعندي لوجو معين برفعه هنا، نرفعها. وبكده أكون رفعت صورة اللوجو الخاصة بالنشاط التجاري أو بالبراند بتاعي. وبعد كده من الملف الشخصي بدوس على الثلاث نقط اللي ظاهرين فوق، وبدخل على الإعدادات والخصوصية. وبعد كده بدخل على الحساب، وبعد كده ببدل الحساب بتاعي إلى حساب تجاري. طبعا التالي بيقول لي اختار الفئة بتاعتك. أنا مثلا البراند ده عامله للملابس والإكسسوارات، وأنت تختار الكاتيجوري المناسب مع المجال بتاعك أو مع البراند بتاعك. التالي لو أنت براند أو شركة كبيرة يفضل البريد الإلكتروني اللي هتحطه يكون بريد إلكتروني احترافي، وده اللي دايما بينتهي بآت اسم البراند، مثلا زي @richbek10 مثلا x.com. لكن لو انت لسه مبتدئ ممكن تختار حاجة @gmail او @protonmail، مش هتفرق، زي مثلا الايميل ده. وبعد كده بتدوس على اضافة. وطبعا في السيرة الذاتية يفضل ان انت توصف البراند بتاعك بكلمتين معبرين. فمثلا انا ممكن اوصف المجال بتاعي بالكلمتين دول: احدث تشكيلات الموضة باسعار تنافسية. وبعد كده بدوس على التالي او تأكيد. وبكده حسابنا بحساب تجاري أقدر من خلاله أشغل الإعلانات الممولة. ودلوقتي هقولك على أهم الإحصائيات اللي لازم تتابعها من تيك توك ستوديو عشان تشوف مدى تطور المحتوى اللي بتنزله على منصة تيك توك. من الملف الشخصي ندخل على الثلاث نقط دول، وبعد كده بندخل على تيك توك ستوديو. هنلاقي في حاجة اسمها التحليلات. والله من خلال التحليلات دي بيجيب لي عدد المشاهدات على المنشورات، عدد مشاهدات الملف الشخصي، كام واحد عمل لي تسجيل اعجاب، كام واحد عمل لي كومنت، كام واحد عمل شير للمحتوى بتاعي. هشوف احصائيات زي مثلا المحتوى الاكثر مشاهدة او المحتوى الاكثر اعجابا او المتابعين الجدد. ومن خلال التحليلات دي بقدر اعرف ايه اكتر محتوى بيشد انتباه الجمهور بتاعي، وايه افضل اوقات النشر. وكمان بيديني داتا وارقام عن مدى تطور الاكونت بتاعي كصانع محتوى.